السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في مكان ما في اكتوبر. ديت المساكن زي ما انتم شايفين معمولة على طراز محترم جدا 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 جدا. ديت يا جماعة بديل العشوائيات، وديت قدام حدائق الأهرام في اكتوبر. زي ما انتم شايفين كده الطراز المعماري والسكن معمول على حاجة نظيفة جدا. يعني اللي عايز ان شاء الله بإذن الله يتفرج، انا ممكن افرجكم عليها من الداخل. الشقة 3 اوض وصالة وحمام ومطبخ. زي ما انتم شايفين الطراز معمول بطريقة جميلة جدا. ال 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 الاسكان ده او البديل العشوائيات دي في نزلة بتاعة عشوائيات نزلة السمان. نزلة السمان اللي هي كانت موجودة في الهرم. زي ما انتم شايفين حاجة تحفة. الناس بدأت تتنقل والناس بدأت تسكن. حاجة يعني في منتهى الروعة. سكن كامل متكامل، وكل اللي بيدفع 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه في الشهر فقط لا غير. زي ما انتم شايفين كده الري اهوت قدامنا والجناين، يعني بيئة صالحة للسكن وللمعيشة. حاجة تحفة بجد. العمارات اللي على الشارع الرئيسي بره قدام حدائق الأهرام على طول، العمارة 10 ادوار. هنا زي ما انتم شايفين العمارة 6 ادوار. 6 ادوار يعني 24 شقة. حاجة يعني انا ما شفتش ولا هشوف. ومتقسمة، وهيبقى فيه هنا ملاعب وفيه هنا مدارس، والكل ان شاء الله باذن الله هيكون مبسوط. هو بس بيدفع 300 جنيه في الشهر، بياخد شقة كاملة ومفروشة من كله، وبيدفع طبعا بعد كده استهلاكه مية وغاز وكهرباء. حبيت بس افرجكم على العظمة اللي بتحصل في الدولة. حاجة أبهة الأبهة. وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة. كل لما نروح مكان نقول لكم ونفرجكم على اللي بيحصل في الدولة المصرية الجديدة. سلام عليكم.